حتى فلسطين. الهدف رقم 9 وهو درة التاج، قناة السويس. قناة السويس مش بس شريان اقتصادي، دي ورقة ضغط عالمية. في حال حصول حرب عالمية جديدة ما بين أمريكا والصين، فالسيطرة على القناة هتكون نقطة تفوق استراتيجية. الغرب نفسه إن هو يديرها أو حتى يشعل الفوضى لتدويلها. الهدف رقم 10 وهو إنهاء مشروع الحرير الصيني. الغرب شايف ان دخول مصر في الطريق الحرير معناه ان مصر هتكون رئة الصين في المنطقة. مشروعات زي السخنة والعلمين وطابة والعريش وتطوير قناة السويس وتطوير المواني زي السخنة وشرق التفريعة، كل ده بيهدد الهيمنة الامريكية او هيمنة الغرب على المنطقة، وده طبعا مش مقبول عندهم. في النهاية صديقي واصل الحدوتة، كل بند اتكلمنا معاكم فيه النهاردة في حلقتنا مش إشاعة، ده فصل من ملفات خطيرة، ومصر حاليا في وش العاصفة، بس طول ما فيها جيش وناس فاهمة اللي بيحصل محدش هيقدر يوقعها. الغرب شايف ان مصر مش مجرد دولة، مصر الصخرة اللي اتحطمت عليها مؤامرات تقسيم قبل كده كتير، ومشاريع لفوضى خلاقة، وكل الآمال الشيطانية لأهل الشر. مصر بتكسر القاعدة وبتقول اللي ما تقسمش من 7000 سنة مش هيتقسم في 10 سنين. وياما التاريخ قال قبلنا كتير، مصر مقبرة الغزاة وشوكة في حلق الطامعين. لو لسه ما اشتركتش في القناة، شير لايك وسبسكرايب. أهلا بيك في أي وقت، أشوفكم على خير.